الزمالك بيفوز على مودرن سبورت 2-1 في ماتش هنقول الاداء باهت نسبيا على مستوى الهجوم بالنسبه للزمالك. الزمالك كان المفروض يبقى يعني يبان بشكل هجومي افضل من كده، يكون في جمل تكتيكيه متفق عليها او في يعني اللعيبه متمرنين عليها. الزمالك ما قدرش يوصل للجون كتير او كان يهدد المرمى بفاعليه كبيره. نقول ان الزمالك هيكسب وهيكسب سكور في ظل استسلام مودرن سبورت او في ظل عدم ترابط خطوط مودرن سبورت على المستوى الدفاعي وعلى مستوى خط النص. كان في عشوائيه برضو من لعيبه النص في بالنسبه لنادي الزمالك. عمر جابر وقدامه شيكوبانزا. مش هنقول شيكوبانزا يعني انا شايف ان هو لعيب لحد دلوقتي ما اداناش يعني المردود اللي احنا منتظرينه منه هجوميا. مفيش غير الكره اللي جاب منها الجون. على الجنب الثاني بنتايج ما بيدعمش يا اخوان الفينا التدعيم اللي هو يوصله للمرمى اكتر من مره. كان الراجل بيعتمد على نفسه، حتى الجون جه من اداء فردي. الماتش كله بالنسبه لي او يعني على من وجهه نظري انا المتواضعه ان الماتش مش ما كانش فيه شكل لنادي الزمالك يقول ان نادي الزمالك هو ده الزمالك اللي احنا متعودين عليه، اللي نازل يكسب سكور في ظل ان هو بيواجه فرقه ضعيفه نسبيا مع احترامي ليهم، ولكن كانوا واقعين كمان الماتش ده. اتمنى اشوف الزمالك بعد كده يعني يكون مستواه افضل، يكون في شكل هجومي، يكون في جمل متفق عليها. يعني مش عارف ده شغل المدير الفني وحته روح من اللعيبه، مع ان الجمهور والله بتاع الزمالك جمهور محترم وما بيأثرش التشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني نتمنى ان شاء الله نشوف الزمالك في افضل من كده الماتشات اللي جايه. وده كان تحليل مختصر عن ماتش النهارده، وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني على خير. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش فولو لايك. كان معاكم ميدو الصباغ. السلام عليكم.